السلام عليكم. اليوم اليوم تاريخ 29/5. اليوم صار لي 3 أيام بألبانيا ويكفي، ملينا. يكفي، لازم نطلع، مو ملينا يعني استراحة خذينا ويكفي، ارتحنا. هسه جيت على منطقة اسمها شكودرا، ومن شكودرا بدي اطلع على زاد هاني هوتن، ومن هناك على مونتينيغرو بعون الله. ان شاء الله ما نطول اليوم شي على الحدود بعون الله. ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا مثل ما شفتوا باول فيديو، اليوم خلصت استراحتنا بتيرانا. صار لنا 3 ايام، ارتحنا، اخذنا راحة شوي، زبطنا امورنا. هالمرة اتكال على الجبل الاسود، الخطوة الثانية. الخطوة الاولى خالصة. طبعا هي لما وصلنا تيرانا وخلصنا من الخطوة الاولى وصلنا البانيا، صار عندنا شوية امل، معنوياتنا ارتفعت اكثر، انه خطوة صعبة 6 ايام الحمد لله قضيناها وخلصنا منها. فظل قدامنا الجبل الاسود. الجبل الاسود رحلته ما كانت هذيك الرحلة الصعبة، يعني اعتقد 15-20 كيلومتر كانت المسافة اللي حاسبينها. طبعا الجروب زاد عليه شخصين، انا وجيفارا وديلير وقيلان، وزاد عليه شاب من العراق اسمه علي، وشاب من عفرين اسمه خليل تشرشي. شدينا متاعتنا، ظبطنا امورنا. طبعا كالعاده تعبي الشنطه، اكل ما اكل شرب، تجهز ثيابك، تجهز امورك تمام، وتشحن الباور بانك وتظبط التليفون وتقول يلا. طبعا بهالمره زادت خبرتنا شوي بالجي بي اس، صار عندنا نظره اوسع شوي، وخبرونا انه الطريق بين الجبل الاسود والبانيا، الطريق اللي تمشي فيه المهاجرين بالعاده واللاجئين، هو طريق سكه الحديد القديمه. سكه الحديد القديمه تمشي من منطقه شكودر الى داخل بودغوريتسا عاصمه الجبل الاسود. فشلنا حالنا وطلعنا وين؟ على شكودر. بدك تطلع بالباصات نظامي على شكودر. من شكودر بدك تاكسي لحتى تاخذك لهالحدود. طبعا ما اي تاكسي يرضى ياخذك، لانه اذا مسكهم الشرطه ماخذ لاجئين راح يبهدلهم، راح يغرمهم. طبعا انا درت على التكاسي ما رضيوا، حاولت اغريهم بالمصاري ما رضيوا، لحتى لقيت شله شباب. ايش قد بدكم يا شباب لحتى توصلنا على هاني هوتد؟ هاني هوتد اسم المعبر الحدودي، ما في منطقه هناك او مدينه، بس معبر حدودي. ونقول 200 يورو. 200 يورو على 6 اشخاص، 250 يورو. ليش؟ طبعا ليش الناس تطلب اسعار عاليه؟ احب احكي شغله بس، بالنسبه للاسعار اللي تطلبها التكاسي متعودين دائما يطلبون اسعار عاليه، لانه الناس اللي اجت قبلنا تدفع، الناس اللي عندها تدفع بدون ما يناقشون على السعر، وهالامر يضر منه؟ يضر الناس اللي ما عندها، لانه اصحاب التكاسي خلص ياخذ نظره انه الكل عنده مصاري. ليش خلص طلبوا 250 يورو؟ جماعه بس بدهم يطلعون. في ناس فعلا انه خذ هاي المصاري بس المهم طلعنا. يا ريت لما يكون حدا منكم معه مصاري كثير يناقش على السعر قبل ما يطلع، اذا مو مشانك مشان الناس اللي تجي بعدك، لانه اصحاب التكاسي يصيروا يطمعوا بالكل. طبعا قلت لهم مرفوض الحكي، 250 يورو كثير، لا 150 يورو خلاص، 25 يورو على كل واحد. ناقشني حكى معي، قلت له هذا اللي عندنا، ما عندنا يا اخي. طبعا ركبنا التاكسي واخذنا نزلنا عند هاني هوتل على سكه الحديد. الطريق القديم تمشي مع سكه الحديد بالضبط، لانه السكه مهجوره. فمشينا مع السكه لسه ما نريد ندخل الجبل الاسود، سيارة البوليس قدامنا. مثل ما حكيت لكم قبل انه الثغرات تتسكر دائما، البوليس من يكتشف طريق يسكروا. طبعا سيارة قدامنا، سيارة البوليس، فاضطرينا انه نطلع الجبل. هو شوف اسمه الجبل الاسود، بس هو اسود ما انه اسود، لا هو على املح على اشقر. يعني بالنسبة كنا نسمع قصص عنه قبل انه جبل مرعب وجبل كبير وضخم، لا صعود هيك يعني جرف يمكن 300 متر 400 متر، يعني صعبات مزبوط. طلعنا لفوق، قعدنا شوي، فكرنا، فتحت الجي بي اس، قلت لهم يا شباب بدنا نغير الطريق. شلون؟ ما شلون؟ قلت لهم خلص نغير الطريق، نطلع على ظهر الجبل. الجبل ظهره عريض واسع، يعني اعتقد بيه 5-6 كيلومتر تمشيها مسافه. فقلت لهم خلاص بدنا نغير الطريق، وبهالفيديو تشوفون شلون غيرنا الطريق ومشينا. صباح الخير يا ولهم، شلونكم؟ يعني لسه قاعد امشي لوجه الصبح، بس غيرت الطريق، ما رحت على السكه. هسه جاي امشي بين غابات، وان شاء الله اولي شوي اصل اخذ تاكسي وعلى عاصم مونتيغرينيو، ولا ايش كان اسمها؟ ها؟ مو العاصمة، البلد مونتينيغرو. طبعا مثل ما شفتوا بالفيديو غيرنا الطريق والحمد لله تيسرت معنا، عدينا من البوليس ومشينا على الجبل طول الليل تقريبا لوجه الصبح. فيكم تشوفوا كمان طلع علينا الصبح، ولسه قاعد امشي ورجلي قامت تطلع كأني خروف صايب ابو زرير. هي اسمه زي خرنجة. اي والله رجلي ذبحتني عشان اطلع، بس ان شاء الله يعني ما ظل علينا 3-4 كيلومتر نوصل القرى ونقدر تاكسي نطلع على العاصمة. طلعت الشمس. طبعا مثل ما انتم شايفين طلعت علينا الصبح واحنا نمشي، وانا صراحة مفصل رجلي
التوى، فصارت المشي علي عقاب خالص. فوصلنا نهاية الجبل، مشينا بعد تقريبا الضحى الساعة 10 الظهر 11 الظهر، وصلنا نهاية الجبل. طبعا بس وصلنا نهاية الجبل يجيك مثل الجرف وتصير مناطق سهلة، سهل، وقرى يجد قرى ريفية ما أحلاها، ومزارع وزروع ولا أحلى. بس البوليس رايح راجع، لأنه مبين جرف الجبل من هنا سكة الحديد، فمن هنا الناس تطلع. البوليس معبي المكان. طبعا أنا كنت شايف على الجي بي اس محطة القطار لازم تكون مهجورة، فقررت إنه خلاص راح أنزل من الجبل وأمشي منها. طبعا انقسمنا قسمين، أنا وجيفارا وقيلان العراقي وخليل وديلير وعلي العراقي ظلوا ورانا. قسمنا ومشينا انا وطالع على الجبل. فيكم تشوفوا الفيديو هذا شلون صورته من هذاك المكان. هذا صار لي ساعتين ماشي مع طول سكة القطار، عجزان افوت من درب البوليس. ذبحنا البوليس يادنا الحلال بكل مكان، ينخل نخل تحت المكان شلون. طبعا مثل ما شفتوا وين كنا قاعدين. بعد القعده هاي، بعد ما ارتاحينا شوي سحبنا نفس انه خلاص شجعنا ثاني نمشي، نزلنا من الجبل. نزلنا لعند سكة الحديد. انا نازل لقيت ناس نايمة، اعوذ بالله كانهم اموات، يلا نايمين نوم بين عليهم تعبانين ملتعن ابو نفضهم. فقعدتهم هلو ويك اب جايز. طلعوا جماعة باكستانيين، 5 شباب باكستانيين. لما قعدتهم خافوا وجفلوا، فقلت لهم عادي يعني انه انا قعدتكم بس لا تنامون لانه طلع الصبح. فمشيت قدامهم، بدي امشي على محطة الترين هاي اللي على اساس مهجورة. ليش ما تطلع مسوينها محطة بوليس؟ طبعا على الجي بي اس لما تفتح يكتب لك محطة قطار بس مهجورة، بس محولينها الجماعة بوليس. مشيت من عندها، انتبهت سيارة البوليس لفت فحطت على التراب واجتني. طبعا الجماعة الباكستانيين طلعوا هم اللي شايفتهم الكاميرات، طفشوا بالمدينة. البوليس جاء لعندي انا حاولت ركضت تقبيت بالعشب، ما نفع لانه شافني الزلمة اجى علي مسكني من راسي. اول خطي قلت له وقف صلي على النبي. طبعا بالانجليزي ما قلت له صلي على النبي. انا قلت له طول بالك، اللي بدك اياه تعرفه بس لا تضربني. قال لي اوكي. كلبشنا نحن الثلاثه، انا وجيفان وقيلان، وقعدنا بالقاع. وانه يقول لي ال5 هذول منهم. قلت له والله العظيم باكستاني. وانه يقول لي انتم دائما تحلفون بالله. قلت له يا اخي انت شنو دينك؟ مسيحي مسلم؟ وانه يقول نحن ما عندنا هاي المشاكل بالبلاد. قلت له يا اخي على اساس اللي يسمعك يقول احنا والمسيحيه متذابحين كل النهار بسوريا. قال لي ليش بدك تعرف ديني؟ قلت له مشان احلف لك. خلاص بدك احلف لك بعيسى بموسى بالكنيسه بالمسجد اللي بدك اياه. فضحك قال لي انت من وين؟ قلت له انا سوري. فقام فك الكلبشات قال لي خلاص صدقتك، بس ليش ما جيتوا سلمتوا حالكم؟ لانه نحن عادي تجون لعنا تسلموا حالكم ونحن ناخذكم على الكم. قلت له طيب اصدقائي ب3 وراي بس هم ما يعرفون بالحكي، وخاف اذا انت رحت دورت عليهم راح يركضون او ينهزموا منك. قال ها لساتهم وراكم تمام. اخذنا على المغفر، لبس الجاكيت الزلمه وطلع وراهم. طبعا اخذنا على المغفر، انا قعدت مع قاعدين برا قدام المغفر. طلع عليه هو مو مغفر، محطة الترين نفسه. طلعوا علينا 3 4 ضباط، وطلع علينا مدير المغفر نفسه. كان بيشب يحكي انجليزي هناك. فاستجمعت قوتي هناك، تعرفون انت يعني فقدت الامل خلاص. استجمعت قوتي وبلشت تعرفوا انتم اطري الجو شوي. قلت له يا حضرة الضابط، طبعا بالانجليزي، قلت له يا حضرة الضابط انا كنت اتمنى انه اجي على بلادكم سائح، اجيها زيارة، اجي اتفتل بالبلاد، اجيها نظامي بسفر معي اوراقي. بس الحظ والله الحظ، وهذا اللي صار معنا. يعني انا ما كنت اريد ادخل بلادكم بطريقه غير قانونيه، احط حالي بهالموقف. طبعا بعد نقاش نص ساعه شفت الزلمه طري قلبه، انه يقول لي عادي يا ابني امور تسوكي. يقول لي ما مشكله، يعني ايش بدك تساوي؟ فما حسيت الا شوي صار الصوت بالمغفر خبط لخ تشوف صياح. يعني انا بعيد من المغفر يمكن 60 متر 70 متر ينسمع صوت الشباب. اجاني الضابط هذاك اللي مسكني، ايدينه من هين طالع منها دم، قد مو راكض ورا الشباب بالشجر. اول ما اجى علي قلت له شوف، بعثت له رساله الدفر، خبط التليفون من ايدي ورماه بالارض. خبطني خبطه قال لي قوم. طلع الشباب، سحب التليفونات، سحب تليفون خليل، تليفون الشباب كلهم، رماهم بالارض. جاي يفتش تليفون خليل، شاف فيه مقطع. خليل شرجي الله يسامحه يا خليل، مصور فيديو مع سناب انستا. شوف اتذكر لما كان يصور الفيديو بالجبل، كان مش مثل الحديد، حتى ما هي سكين. يعني ما هي سكين انه نحط بالجيب او سكينه مشان ضرب او شيء، لا. وانه يقول السكين هاي وينها؟ الا اعرف السكين وينها. قلنا له يا اخي والله مو سكين هاي، ورميناها بالجبل. انه يقول لا كذابين. طبعا جالك واحد ضخم الباب ما يفوت، والله العظيم باب ما يفوت، وهيش مدعبل. وقفنا كلنا، بلش يتفتل ورانا. طبعا جيفارا والشباب مكلبشين، الشباب الضخام مكلبشين. فتل وصلنا عند جيفارا، خبطوا كف هيك لانه ما بعرف ليش.
بس خبطة قوية. وصل اللي عندي انا كنت مطمن وحاكي مع الضابط على اساس، بس شكله شافني واحد كولكتشي. وصل لعندي من وراي، انا ماني منتبه عليه، خبطني كف. حس عيوني طلعوا لقدام ورجعن، والله العظيم احس عيوني طلعوا لقدام ورجعن. بهذيك اللحظه انه لا حول ولا قوه، خلص لا حول ولا قوه. عرفت انه خلص انا قبل فت على تركيا العسكر التركي يضربونا، تطلع من تركيا العسكر التركي يضربونك، خلص ما يعني عسكر البلد نفسهم ضربونا. فتوصل لمرحله انه لا حول ولا قوه، خلاص بدك تستسلم للواقع. فهين نزلوا اغراضنا، دخيلكم بس خلاص فوتونا على الكامب. قال لا ما ينفع، بدنا نشوف شنو نسوي بامركم. اخذوا تليفون خليل، واحد منهم حطه بجيبه، كان عنده برايم، تليفون برايم سامسونج، حطه بجيبه، شاف التليفون نظيف كويس حطه بجيبه. رمونا اغراضنا، نقول ضبوا اغراضكم بسرعه. طبينا اغراضنا بسرعه طبعا، لملمناه حطيناه بالشنطه ونقول اطلعوا قدامي، مكلبشين الشباب. طلعنا بسياره الشرطه، السيارات مثل سياره الشرطه تبعنا، منظرها والعياذ بالله قديمه، شلون حالتها يا الله. ومشوا بينا الى حيث لا اعلم. يعني صراحه ما كنت عارفان وين ماخذنا، هو على الكامب بده يرجعنا، صراحه ما اعرف. وهين شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.